مسرحية الهاكر المقاوم، استغلال القضية وبناء صورة البروفيسور. في الوقت اللي كانت في قلوب المغاربة والعالم كامل مع خوتنا في فلسطين والناس كتدعي وكتعاون باللي قدرات عليه، الصفراوي شاف فيها فرصة تسويقية أخرى. شنو دار؟ بدا كيدير ستوريات كيوهم فيها الناس أنه كيقلب على خبراء في الهاكينغ باش يشنوا هجمات على إسرائيل. وتحليل هذه المسرحية البطولية: أولاً، تجارة بالقضايا النبيلة، هادشي هو أقبح أنواع التسويق. كتركب على موجة ديال التعاطف الإنساني باش تلمع صورتك الشخصية، كتستغل ألم الناس باش تبني راسك مجد شخصي. ثانياً، ترسيخ صورة البروفيسور. هاد المسرحية ما عندها حتى علاقة بفلسطين، عندها علاقة به هو. بغى يوصل واحد الرسالة للناس اللي في الطاحونة. أولاً، أنا ماشي عادي، يعني أنا ماشي غير مول بلوغينغ، أنا شخص واصل، عندي علاقات مع عالم الهاكرز المظلم والغامض. ثانياً، أنا قوي وقادر، يعني ما تخافوش، القائد ديالكم ماشي سهل، راه كيحارب دول ماشي غير الالغوريثم ديال فيسبوك. ثالثاً، خليو التفاصيل عليا، يعني نتوما دوروا غير في الطاحونة، أنا راه عندي خطط كبر منكم، أنا كندير حروب سيبرانية. هادشي كيخلق عند العضو اللي فاشل ومحبط واحد الشعور بالأمان الزائف، كيقول واخا أنا حاصل، ولكن راه القائد ديالي بطل، أكيد غيرجع وينقذني. وهكا كيبقى يدور في الطاحونة المدفوعة وهو كيتسنى المنقذ الهاكر يجي على حصان أبيض. هو كيبغي يبان بطل وهو حتى خدمته الأساسية ما قادرش يديرها. الصفراوي ماشي مجرد شخص باع فورماسيون فاشلة، هو استعمل واحد تكتيكات نفسية ودينية خطيرة باش يسيطر على الناس. واحد، ستار الدين والعمرة. هذه هي النقطة الأكثر خطورة وحساسية. الصفراوي استغل الدين أبشع استغلال. واحد، العمرة الممنهجة. في الوقت اللي الناس كانت كتشكى منه بالنصب، ناض هو وبعض الناس اللي خدامين معاه داروا عمرة وروج ليها بزاف. كان كيدير اجتماعات في بلاصة كتطل على الكعبة وكيصورها ويبارطاجيها باستمرار في انستغرام. الهدف كان واضح: يشتت الانتباه ويقول للناس شوفوني أنا رجل متدين، كنخاف الله، ما يمكنش نكون نصاب. جوج، تصريحات الفيديو الصادمة. هاد المسرحية تفرشت ملي خرج واحد الشخص كان معاهم في العمرة وقال باللي كل واحد خلص مصاريفه من جيبه، وماشي الصفراوي اللي عرض عليهم كيف كان كيبين. يعني حتى في العمرة كان التسويق والكذوب حاضر. هل هذا السلوك يمثل الإسلام؟ الجواب هو لا قطعاً. الإسلام مبني على الصدق والأمانة والوفاء بالعهود. الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول آية المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. صفراوي دارهم بثلاثة: الصدق، كذب في الأرقام، في الوعود، في قصة شراكة إيزويك، في قصة العمرة، في قصة السيت اللي شراه. إخلاف الوعد، وعد الناس ببلوجينج براندينج ونجاح وخلاهم غارقين في السبام والفشل. خيانة الأمانة، الناس أعطوه أمانة، فلوسهم وقتهم وثقتهم، وهو خان هذه الأمانة. استعمال الدين كغطاء باش تنصب على الناس هو من أكبر الكبائر. هادشي ناشي غير لا يمثل الإسلام، بل هو تشويه للإسلام.